من أجمل الأفلام اللي عشنا معاها طفولتنا، وهو فيلم مهم جدا وعشنا معاه طفولتنا. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد بعد طول انتظار وغياب حوالي سنه ما كناش بننزل فيديوهات. ان شاء الله راجعين بقوه، ان شاء الله هنتكلم عن اللي جاي واللي هيحصل في القناه في اخر الفيديو. طبعا من اهم الافلام اللي احنا طبعا كنا بنحبها وعشنا معاها طفولتنا هو فيلم توي ستور. فيلم من انتاج مشترك ما بين بيكسار وديزني. فيلم نزل 1995، قصه واخراج جون لاستر. طبعا الفيلم فكرته اللي هي لعبه تايهه صاحبها بيبطل يلعب بيها، طول بقى الاجزاء بيلعبوا بنفس الفكره. طبعا الفيلم نزل منه جزء تاني بقى 1999 برضو لجون لاستر، قصة واخراج جون لاستر. اعمال برضو جون لاستر اللي عمل اول جزئين الاولين كارز، فيلم كارز طبعا برق بنزين، والفيلم قصته حلوة جدا وطبعا حبيناها اكتر لما اتعملت دبلجة مصرية باللهجة المصرية بالاخراج. طبعا دخول ممثلين مصريين كتير كانوا بيشاركوا في الدبلجة بتاعتها. طبعا من اشهر الشخصيات الديناصور اللي كان عاملها هاني رمزي. سنة 2010 نزل الجزء الثالث من فيلم توي ستور للمخرج لي انكراش. طبعا المخرج ده من اهم اعماله شركة المرعبين اللي كسر الدنيا. طبعا المخرج نزل بالجزء الثالث 2010 والجزء ده كسر الدنيا، فكرة جديدة وطبعا ستايل جديد. نزل جزء رابع سنة 2019 لمخرج ثالث خالص اسمه جوش كولي. طبعا من اهم افلام جوش كولي هو فيلم اللي كسر الدنيا ومشهور جدا فيلم. بعد كده نزلوا بيعلنوا عنه من اسبوعين الجزء الخامس اللي بقى لمخرج جديد خالص اسمه اندرو ستون. اندرو ستون طبعا ده كان عامل فيلم مهم جدا، فيلم نيمو وهي السمكة التايهة برضه في البحر. معظم افكار الافلام كلها حاجات تايهه، كلها شيء زي ما اتكلمنا عليه في الحلقه. طبعا الفيلم ده مهتمين بيه جدا، اللي هو الجزء الخامس لسه هينزل في سنه 2026، هينزل 19 يونيو 26 شهر 6، يعني فاضل عليه حوالي 7 شهور بس. الفيلم احنا منتظرينه، والفيلم طبعا في الجزء الخامس هيواجه تحديات جديده اللي هم هيدخلوا فيه الالعاب والتكنولوجيا، وتقريبا بيتكلموا عن شويه برضه ذكاء اصطناعي وحاجات كده. يعني انت فكره الفيلم يبقى صاحب اللعبه نفسه يعني من غير حرق، اللي هو تقريبا بيستخدم الالعاب بقى والجيمنج والديجيتال وكده وبيبعد عن الالعاب الحقيقيه. دي فكره الفيلم الجزء الخامس، وهنشوفها طبعا ايه اللي هيحصل في الجزء الجديد اللي هينزل فاضل عليه 7 شهور. وبمناسبه الافلام، انت بتيجي لما تروح تتفرج على افلام في قاعات السينما بيقول لك بقى انواع، عندك 3D، عندك ستاندر، وعندك اي ماكس، وعندك دولبي اتموس، في انواع كتير. ببساطه كده نسهلها، الستاندر دي شاشه عاديه، فيلم عاديه خالص ما فيهاش اي افتكاسات. النوع الثاني عندك 3D انت بتلبس نظاره وتعيش الاثاره والمغامره في القاعه وبقى بتتمتع بكل حاجه، ده في ال 3D. في منها 4DX طبعا دي انت بتلبس نظاره برده وبتعيش الاثاره والمغامره، بس بجانب بقى انت قاعد على الكرسي بيتحرك بيتهز بيطلع منه ميه ودخان بخار كده، رشاشات صوت، بتحس بكل الاجواء بتحسها جوه الفيلم، تعيش المغامره كامله من جميع النواحي. نوعين تانيين بقى اللي هم الدولبي اتموس، والدولبي اتموس ده باختصار صوت محيط. انت بتدخل بقى تتفرج على الفيلم تعيش جو الصوت المحيط اللي من جميع الاتجاهات ومن جميع الزوايا، تحس ان انت جوه الفيلم حقيقي. الصوت ده طبعا بيبين كل، يعني مثلا لو الفيلم مشارك فيه 100 صوت بيتكلموا في نفس الوقت بتسمع كل واحد بيتكلم بيقول ايه بالظبط، حساسيه الصوت. طبعا دولبي اتموس، فيه دولبي اتموس ديجيتال وفي دولبي اتموس، منه نوعين. وعندك الاي ماكس المشهوره طبعا اعلى السينمات، دي شاشه كبيره جدا بدقه عاليه بتشوف جوده عاليه وصوت عالي برضو مهمه جدا. اي ماكس دي يعني ايه، من احسن صالات السينما هي، وطبعا والدولبي الاثنين دول بينافسوا بعض بيضربوا في بعض. ببساطه احسن حاجه تتفرج عليها لو انت عايز تتفرج تعيش المغامره والحاجات دي الافلام الرعب، الافلام اللي هي بتبقى معموله 3D تدخل 3D او 4DX. عايز بقى في افلام ثانيه تبقى متصوره بقى افلام الحروب، افلام الاكشن، افلام دي تدخل اي ماكس او دولبي اتموس، هتعيش المغامره وهتتمتع، تبقى زي الفل، كل حاجه 100 فل و10. طبعا من القاعات اللي بتوفر هنا في مصر، يعني عندنا قاعات بتوفر الدولبي اتموس والاي ماكس، طبعا سينما فوكس سينما هي اللي بتوفر الاي ماكس والدولبي اتموس طبعا، وبتوفر كمان ال 3D وال 4DX. واللي بيوفر ال 4DX سينما برضو موجوده في التجمع، هي 90 سينما. بره طبعا في بره مصر بقى في العالم في سينمات تانية اقوى وكده. طبعا قبل ما انسى، صالات السينما فيه داخليه وخارجيه، احنا بنتكلم على الداخليه. كان 1907 اتعملت اول سينما متنقله في استراليا، فطبعا دي منتشره، وطبعا من اشهر من السينمات المتنقله في سينما تقريبا على ما اتذكر في الفيوم، معموله برضو في الهواء الطلق في وسط الصحراء. فدي من السينمات اللي انت بتعيش الاجواء بقى سواء في الطبيعه او في الصحراء او وسط المباني او وسط الطبيعه والبيئه، فانت بتعيش الجو ده والمود ده. حابب اعرفكم يعني على انواع صالات السينما. في الداخليه اللي احنا قلنا فيها 3D و4DX واي ماكس ودولبي اتموس، وطبعا الستاندر. اما الخارجيه هي اللي متنقله اللي اتعملت اول 1907 في استراليا.
او سينما متنقله، وعندنا من اشهر السينمات اللي معموله هنا تقريبا في الفيوم، بتعيش بقى اجواء الطبيعه وكده ايه وتتمتع يعني. بس كنت حابب اقول لكم على مع السينما. فبس هي دي كان موضوع الحلقه، يا رب تكون حلقه خفيفه لطيفه وظريفه عليكم، تكونوا استمتعتوا بيها. باذن الله راجعين قوه، نزلوا فيديوهات بشكل اسبوعي باذن الله، يبقى في فيديو على الاقل في الاسبوع ان شاء الله. انتظروا كل جديد وادعمونا. طبعا لو عجبتكم حلقه الفيديو او عجبكم الموضوع، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. طبعا اكتب لنا عايز تتفرج على ايه وايه رايك في السيت اب الجديد، ونشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.